هعرفك في الدقيقة ازاي تكتب روشتة لتينيا بيدس في الادلت. لو الحالة بسيطة او اول مرة تحصل او مش منتشرة في مساحة كبيرة والانفكشن مش سيفير، عادة بنشتغل توبيكال. وعندنا نوعين، اما الميكونازول اللي هو اسمه التجاري ميكوناز كريم، ده بنستخدمه مرتين يوميا لمدة اسبوعين. في اوبشن تاني لو هتشتغل بمادة تانية اللي هي التربينافين اللي هو اسمها التجاري لاميزيل، دي حاجة ممتازة جدا بنشتغل بيها مرتين يوميا لمدة اسبوع لاربع اسابيع. طيب نفترض الانفكشن معانا سيفير، نفترض ان الحالة متكررة، نفترض ان المريض مناعته ضعيفة زي مرضى السكر، نفترض ان الموضوع ريكارنت زي ما احنا ذكرنا، نفترض ان الموضوع وصل للنيلز، في الحالة دي هنحتاج سيستميك. واحنا طبعا عندنا برضو نفس المادة بتاعة اللاميزيل موجود منها التابلت اللي هي تربينافين، بنستخدم قرص يوميا من تركيز 250 اللي هو لاميزيل 250 لمدة أسبوعين لست أسابيع. اوبشن تاني في السيستميك ان احنا بنستخدم دايفلوكان 150 كبسول اللي هو اسم